بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام. مشلاك يا جماعة يا رايح كتر من الفضايح. أكيد كلكم عارفين أزمة مشلاك اللي حصلت في الزمالك، وإن اللعيب كان بينزل يتمرن لوحده منفرد. مش اخباري، هي كانت نازله في كل حته، انا مش جايبه لك حاجه جديده. المصيبه السوداء ان حسين لبيب اتصل بمشلاك ولم كل مجلس الاداره وقعدوا عنده في الفيلا، وبمنتهى البساطه كده قال لي مشلاك يا مشلاك انت اهلاوي ولا زملكاوي من صغرك؟ قال له يا باشا انا زملكاوي من صغري، هتكمل معانا ولا ماشي يا مشلاك؟ قال له لا انا هكمل معاكم. الكلام ده كان امتى؟ يوم 8 فبراير، اخر يوم في القيد. لو قفل اليوم ده وجه على يوم 9 خلاص القيد قفل، مش هينفع يقيد اي لاعب اجنبي. قال له يعني انت معانا؟ قال له اه. انت ليك عندنا كام يا مشلاك؟ قال له ليه عندك 800,000 دولار. قال له هم 300,000 بس. الراجل قال له ماشي ما عنديش مشكله، وبالفعل تم القعده والاتفاق وكله زي الفل. وبعد ما قام يوم 9 الصبح مشلاك خد الشنطه على كتفه وتوكل على الله، رجع على بلده وراح على نادي احد السعودي، وبعت شكوى للفيفا بيقول فيها انه كان بيتعرض للمعامله السيئه، وانه ما كانش بياخد مستحقاته الماليه، وانه ونزل كده بسطل جلايد من المصايب والشكاوى في منتهى الوحاشه. وحصلت مكالمه ما بين ابراهيم فايق وما بين رئيس نادي احد السعودي، وفي الكلام معاهم يا حبيبي ابراهيم كان فاهم ان هو يقعد معاهم قعده عرب، وبيقول له طب ممكن نتدخل عشان نصلح الموضوع، عشان انتوا كده خسرتوا نادي الزمالك قد يا ابراهيم. طول عمري بقول عليك قلبك ابيض يا ابراهيم يا فايق، بس مش للدرجات يا حبيبي. تقعد قعده عرب ايه؟ هم اتنين متخانقين رايحين محكمه الاسره، ده واكلين فلوس على لعيب. يرد رئيس نادي احد يقول له ايه؟ يقول له العقد شريعه المتعاقدين، انا اتدخل في ايه؟ ده اللاعب اتعرض لاهانه بالغه، ده اللاعب كان بيتم تمرينه لوحده، ده اللاعب حصل وحصل وحصل فيه وكلكم. وبعد البلوه دي كلها وان الراجل هيلجا للفيفا وياخد ويشتكي وياخد حقه تالت ومتلت، وخدوا بالكم هو كده ممكن يوقف قيد نادي الزمالك حبه حلوين. بس مش دي مشكلتنا برضو. المصيبه الاكتر ان ميزو راح بيرمي اللوم على حسين لبيب. قام حسين لبيب منزل ايه؟ صوره فيها كل الحبايب جوه فيلته، مش انا لوحدي اللي كنت مشترك في الجريمه. وميزو بيقول لهم انا قلت لكم حلوها ودي. يا جماعه ده كان في اخبار من فتره كده بتقول ان ميزو قال لهم خلوه يخبط دماغه في الحيطه وسيبوه، وبعد ما هيقعد سنه يشتكينا في الفيفا نبقى نديله فلوسه، ساعتها نبقى حلينا ازماتنا. ده الكلام اتقال كده على فكره. انت النهارده بترميها في حضن كابتن حسين لبيب. يا راجل اتقي الله يا جدعان، اتقوا الله في نادي الزمالك والله العظيم. وسيبكوا بقى، مش هتكلم في نادي الزمالك، اتقوا الله في شكل مصر. مفيش لعيب اجنبي بيمشي من عندكم بمنتهى البساطه لازم يمشي يا رايح كتر من الفضايح. ما ياما لعيبه دخلت الاهلي وخرجت من الاهلي، بس انا هقارن ايه بايه؟ بس ملناش فيه، ملناش دعوه يا محيي. انا قلت اصبح عليكم صباحكم ورد وفل وياسمين وستر من رب العالمين. سلام عليكم ورحمه الله.